السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنحاول نعمل الصوره دي. عشان نبدا الرسمه بتاعتنا يا جماعه هنحتاج شكل الدايره ده، تمام، والشكل المعرج اللي حضراتكم شايفينه. الشكلين دول زي ما هو باين في الرسمه. هنبدا بدايه بالشكل الدائري ده وهنرسم بيه شكل القمر في نص الرسمه هنا كده بالظبط. في البدايه قبل ما نرسم القمر هناخد اضاءه بسيطه في نص المكان، وهنخلي الجوانب غامقه زي ما هو برضو في الصوره. اللي انا شغال بيه دوكو ابيض. انت في الحاله دي لو انت تشتغل في البيت ممكن تشتغل بالسبراي، بس تختار نوع كويس يعني. وهنبدا نثبت الدايره بتاعتنا في نص الحيطه، تمام، وهنرسم التلتين يا جماعه، يعني هنرسم من هنا كده مثلا لهنا، تمام، زي ما هو برضو في الرسم. بعد كده يا جماعه ناخد الرسمه المتعرجه دي علشان نرسم السحاب اللي هو جاي عليه اضاءه من القمر يعني، تمام. فهنثبت الكرتونه بتاعتنا كده، احنا بنحاول نقلد الرسمه يعني، تمام. وهنبدا نحاول نكمل شويه كده لفوق يعني، تمام كده تمام. هنحاول بقى السحاب ده اللي هو جاي عليه ضوء القمر يعني، نمد يعني نخلي مثلا منطقه السحاب كبيره شويه زي ما هو موضح في الصوره، فهنعمل كده. والمنطقه دي يا جماعه طبعا يعني واخده من ضوء القمر، هي ما فيهاش سحاب، ولكن المنطقه دي من السماء هتكون منوره شويه برضه. هنبدا ناخد بعض السحب هنا يا جماعه، وهنعمل اضاءه برضه في المنطقه دي زي برضه في الصوره بالظبط. يا جماعه بعد ما رسمنا القمر هنبدا نرسم الفروع اللي هي باللون الاسود، تمام. هنبدا هنا كده ناخد الفرع اللي ماشي كده، هنبدا نقلد الرسمه يعني. شويه اسود وشويه ازرق يا جماعه زي ما انتم شايفين، تمام، وهندمجهم مع بعض. عشان نحصل على اللون اللي حضراتكم شايفينه. دي فرشه عاديه اللي نشغل بيها، تمام. هبدا اعمل مجموعه شجيرات هنا كده. كده يا جماعه هناخدها بالاسود لانها دي جايه يعني في الظل في المنطقه اللي هي ايه ما فيهاش اضاءه من القمر، مش لاحقه اضاءه من القمر، فهتبقى باللون الاسود يعني منطقه شجيرات غامقه. اعلى المنطقه واخد من اضاءه القمر شويه، فاحنا مخلينه ايه فاتح شويه، لكن هنا هتبقى اسود. هنبدا يا جماعه ناخد فرشه صغيره، تمام، دي اسمها لاين براش او فرشه خطوط صغيره يعني. لو ما عندكش ممكن تستخدم اي ريشه طير تكون رفيعه وما تأدي الغرض يعني، ما فيش مشاكل، تمام.
هنبدأ نعمل بعض الأفراع الصغيرة، تمام، اللي هي هتدي تفاصيل الشكل يعني. هنبدأ يا جماعة ناخد فرشة مروحة، تمام، وهنعمل بيها بعض الأوراق هنا كده في المنطقة دي. وهنبدأ ناخد أوراق يا جماعة يعني في الأماكن اللي محتاجة أوراق في باقي الرسمة بتاعتنا. وده يا جماعة الشكل النهائي بعد ما حطينا اللمسات الصغيرة والأوراق، تمام. لو عجبكم الديكور يا جماعة متنسوش تعملوا لايك وشير، لو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. شوف حضراتكم على خير إن شاء الله في دروس قادمة وأفكار قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.